الملك في الأسر. قصة لويس التاسع في مصر. في منتصف القرن الثالث عشر، حينما كانت أوروبا مشتعلة بالحروب الصليبية، برز اسم ملك شاب طموح يدعى لويس التاسع، ملك فرنسا. كان يملأه الحماس الديني، وتحركه الرغبة في تحرير الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين كما كان يزعم. قرر لويس أن يقود الحملة الصليبية السابعة بنفسه، واختار أن يبدأها من مصر لكونها قلب العالم الإسلامي آنذاك ومصدر قوته السياسية والاقتصادية. الغزو يبدأ. في عام 1249 مترا وصلت السفن الفرنسية إلى سواحل دمياط شمال مصر، وتمكن الصليبيون من احتلال المدينة بسهولة، إذ انسحبت الحامية المصرية منها دون قتال يذكر، ربما لأسباب استراتيجية أو الفارق في عدد القوى. اغتر لويس بنصره السهل، وظن أن القاهرة ستسقط كما سقطت دمياط، فتقدم بجيشه جنوبا عبر نهر النيل متجها إلى المنصورة، حيث كان ينتظره القدر. المصيدة في المنصورة. في مدينة المنصورة كان المصريون قد نظموا صفوفهم بقيادة الأمير فخر الدين يوسف، أحد أبرز قادة الدولة الأيوبية. بدأت المعركة بضراوة، ووقع القتال في شوارع المدينة وطرقاتها، حيث باغت المصريون القوات الصليبية وشتوهم. قتل فخر الدين في المعركة، لكن القيادة لم تنهر، بل تولاها ضباط شجعان، على رأسهم القائد المملوكي ركن الدين بيبرس، الذي نصب كمينا ذكيا للقوات الفرنسية في منطقة فارسكور. وفي تلك المعركة الفاصلة حوصر جيوش الصليبيين، قتل منهم الآلاف وفر من طب. أما الملك لويس نفسه فقد أسر مع عدد من قادته. الملك في دار ابن لقمان. نقل لويس إلى المنصورة، وسجن في بيت أحد القضاة المصريين، ويعرف ذلك المكان حتى اليوم باسم دار ابن لقمان. هناك عاش لويس أياما من الذل والانكسار، لم يكن ملكا فيها، بل أسيرا مهزوما في بلاد الشرق. طلب المصريون فدية ضخمة لإطلاق سراحه، وفرضوا عليه 400,000 دينار ذهبي، بالإضافة إلى تسليم مدينة دمياط. وافق الملك، ولم يجد خيارا آخر، وبعد دفع الفدية أطلق سراحه، فعاد إلى بلاده مهزوما محطما. وقد غيرت هذه التجربة كثيرا من نظرته إلى الشر. نهاية الحملة وبداية الاعتراف. انتهت الحملة الصليبية السابعة بهزيمة ساحقة، لكنها لم تكن مجرد هزيمة عسكرية، بل هزيمة معنوية لملك عظيم وقع في أسر أعدائه، ليشهد بعينيه على حضارة عدوه وعدالة الكثير من قادته وتنظيم جيشه وشجاعته. ولم يكن غريبا بعد ذلك أن يعرف لويس التاسع في كتب التاريخ الإسلامي بلقب الملك الأسير. العبرة من القصة. في التاريخ دروس لا تحص، ومنها أن القوة لا تكمن في العدد فقط، بل في الإرادة والإيمان والتخطيط، وأن الشعوب حين تدافع عن أرضها تكون أقوى من ملوك العالم مجتمعين.